شهر رمضان في اليمن يتميز بجو روحاني واجتماعي فريد، يعكس التقاليد الإسلامية العميقة والثقافة اليمنية الأصيلة. يبدأ الاستعداد للشهر بتحضير الأطعمة الخاصة مثل أور الشفوت، خبز منقع باللبن والسلطة، والسلتة، طبق لحم مع خضار وحرض، والتي تعد أساسية على مائدة الإفطار. تنتظم العائلات في وجبتي السحور وانسى الإفطار، مع تبادل الدعوات بين الأقارب والجيران، مما يعزز أواصر التكافل. تزداد المساجد ازدحاما في الصلاة المفروضة، حيث يحيي اليمنيون تقاليد تلاوة القرآن بطريقة مرتلة ومميزة. يشتهر اليمنيون بالكرم خلال رمضان، فيكثرون من الصدقات وإطعام المحتاجين، خاصة في المناطق الريفية. لا يخلو الشهر من النشاطات الليلية، تضاء الشوارع بالفوانيس، وتنشط الأسواق مثل سوق الملحمة في صنعاء لبيع التمور والبهارات والملابس التقليدية. يختتم رمضان باحتفالات عيد الفطر، حيث يلبس الناس أجمل الثياب ويتبادلون التهاني، وتقدم أطباق مثل بنت الصحن، حلوى معسلة، كرمز للفرح. رمضان في اليمن ليس شهر صوم فقط، بل هو لوحة من التقاليد المتوارثة تجسد قيم الوحدة والإيمان والكرم رغم التحديات التي تمر بها البلاد.